تبين اللي يسيطر على المنطقة الجوسم هو رجل كبير السن، عملاق يعني طويل خشن، زوجته اسمها سلمى، هو اسمه أجا، فسيطر على هذا الجبل والسهل، سمي بأجا وسلمى. بقى أجا وسلمى غير محاذية له، يعني جلهمه وحمامه وقبيلته. مات جلهمه وسلمى. طيب صعد على الجبل هو وحمامه وقبيلته وقرايبه وكل. سمي هذا الجبل جبل طيب. جبل طيب. سمي هذا الجبل. صارت توسعت طيب، صارت كبيرة. تمركزت هناك يعني أخذت هذا الطابع المسمى طيب. يقال أن في أحد السنين بعد ما أدري يقول كلها ما هو طيب عبر عن العراق. والعبر عن العراق هذه يعني محافظات نقول مناطق عبر عن موصل، مناطق مفتوحة عبر عن موصل هو طيب. نعم. فاستقر بالموصل صارت تبدا يعني تشوف نريد نشوف المحافظة ثم الطيب أكثر هي الموصل. اللي صار بالجوانب بالحرايات غير عشان احنا انتهينا من موضوع الطيب. صار واضح يعني هذه نقطة العمارة الطيبة هذا رجلها النهار. حتى الشق الثاني احنا عشرة المقاطع يرجع على هذا الاسم، شلون جي هذا الاسم مقاطع. طيب هاي سنة 1623 كان طبعا العراق يعني شو اشهر هي
لها شهرة ومكانة بكل الدول. كانت مسيطرة الدولة العثمانية سنة 623 1623 القوات الفارسية الصفوية احتلت بغداد بتوجيه من الشاه عباس الصفوي. احتلت هاي رغم وجود القوات العثمانية وكذا، بس ما قدروا. هو يعني اخذ بغداد واستحل بغداد. نعم قوات فارسية صفوية. نعم بقى حوالي أكثر من 16 إلى 17 سنة محتل عين من قبل الدولة العثماني السلطان مراد الرابع بيقوم معنا بتغيير بغداد. سنة 1638 قام السلطان مراد الرابع معيته بدعوة الشيوخ وعشائر العربية، منهم اللي جه شارك محمد العبد الله او عشيرة البغادة، هو اللي سوى البغادة، خلى البغادة. محمد العبد الله يمثل ويا السلطان هاي الحملة. بقت الحملة تقريبا سنة لحد 1639 طهرت بغداد، واتفقوا سووا معاهدة مع الصفوي السلطان مراد الرابع ومعه شيوخ الحشام منهم محمد عبد الله يمثل. السلام عليكم. عدن بعد عدن سنة عجيبة. نعم زيادة عقدوا مؤتمر او اجتماع بين الشاه عباس الصفوي والسلطان مراد الرابع. سووا معاهدة سميت معاهدة سوهاء، وقعوا عليها واتفقوا عليها بأن إيران أو الصفويين أن لا يتدخل في الشؤون الداخلية للعراق. 1639 استقرت الأمور الأوضاع، صار علاقات بين شيوخ العشائر. بغداد شرف بغداد شرف يعني لا لواء لا محافظة مناطق، منطقة الموصل، منطقة كركوك، منطقة البصرة، بغداد. صارت علاقة قوية مع الشيخ خفاجة هو اللي يمثل الإمارة الطيبية الطيبة محمد العبد الله. الشيخ خفاجة أكرم بنته ويقال أكرم أخته، تزوجها بغداد. الله هو بحر وصالح وخشن وسويدة. من ضمن بغداد انتقلت هاي هو محمد العبد الله ابوهم ورجعوا من اهل العلم هم بغداد. محمد العبد الله من قصر حرير. من قصر حرير. حرير عشان لا عشان حرير عشان احنا ولا حريف اولاد عم. سرحان ان فرحان احد عشان من يعبرون من العراق من بغداد من الشام يتحولون ابوها يعني اخته صاروا تكار تزوجوا رايحين حاضرين الشام لحماهم شغل صاروا حوائل، صاروا حمائل، صاروا أبخار. ليش لا؟ ما يعني قبل يومهم يعني استقروا ما شبه عرف علي حتى بالعشيرة هسه صاروا 5 أبناء هم 4 أبناء بس صار الشباب أشكر قناة الرجال الفضائية قناة هي الشجاعة لأن يعني واصلت أمورها ومتابعاتها وتغطية إعلامية جيدة جدا
وتنقل الحقيقه بما يعني واحنا قدام الشعب العراقي. احنا هذا اجتماعنا واجتماعات احنا حاضرها في محافظات ومحافظات وبلدات. نجتمع يعني احنا نجتمع واحد نشتغل واحد هذا لا لدينا الشركات هاي الاجانب الجايه يعني شلون راح نستقبلها وشلون راح نعلمها هذا الماشي تماما هذا في الشباب اللي يجي اللي اغرته اغراءات للاسف احنا الحمد لله كعشيره ترى منطقه عشيرة البقاطة عندنا 4 قرية امتدادها من كنعان تقريبا لروسيا حدود 24 كيلومتر. قرية البقاطة الاتحاد إلى مكان الولاية، قرية المجاورة في قرية أبو حسين، قرية العرب الكبيرة قرية فرقوتي. عندنا ويانا عشيرين احنا ما صارين يمكن جدنا وسابقنا ونطلع موجودين السنة وحاضرين ولا موجودين بارك الله فيك. ايوه الله يسلمك. لذلك سمي الطيب بجمهورية العرب. تعرفون ان الجمهورية عندنا الرأس. نعم. لذلك كان الأمير الطيب من بنى هو في قصة المعرفة اسمها بسوسة. نعم. والأمير الطيب تميز عن أقران الشباب مثل الفرسان، الطائف، الطائف، وغيرهم كثير. وكذلك تميز الأزواج. لو عندنا إلى كتاب الوضع العرب في الجاهلية 3. أولهم موسم الحادث ومن بعده حادث الطائف ثم سعد للأمم. هي بدون أجواب العرب في الجاهلية مثل الطيب. موسم الحادث هو الرئيس والآن وقبيلة الطيب ومعاشرها هي التي أوجدت حرب العرب والثقافة العربية. وتعلمت الكتابة ونشرت الكتابة الطيب إلى منطقة الحراء ومن منطقة الحراء انتقلت الكتابة إلى مكة. انتقلت الكتابة إلى مكة وانتشرت هناك. أيضا قبيلة الطيب هي القبيلة العربية الوحيدة التي وفدت إلى الرسول الكريم طواعية وليس إجبارا. جاءت بحكم الإسلام في سنة 9 وكان زعيمها في تلك المرحلة هو زيد الخير الطائي الذي أنزل اسم الرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم إلى زيد الخير. وقال له بالحرف الواحد ما وصف لي رجل قط إلا كان وما وصف إلا أبدا. وبعد سنة ورد إليه حديث الحاتم الطائي وأمر رسول غاية الكرم ولم يكرم أحد مثله عندما انتزع القدس يتمثل بالخارج ورماه لعلي بيد سحر. هذا من جانب. من جانب آخر عندما توفي رسول الكريم محمد عليه الصلاة والسلام ارتدت القبائل العربية والقبيلة الطيبية القبيلة الوحيدة التي لم ترتد على الإسلام. إن أول صدقة في الإسلام في حياة الرسول عليه الصلاة والسلام وفي حياة الخليفة الثاني هي جاءت من القبيلة الطيبة. نقطة أخرى أن ضيف عن قبيلة مساعدة وتجيب ولا تجاه يعني كانت من الخارج وفي جارها. نعم وكنتم تعرفون الشاعر امرؤ القيس عندما قتل بنفسه ابوه وعندما اصبح مطلوبا من قبل المنذر في المحكمه اتجه الى قبيله الطيب وحمته المنذر بالمحكمه فاعتى منه ولم يستطع ان ينتشعه من قبيله الطيب على الاطلاق حتى اراد جاره معددا حينما تذكر إمارة طيب أو قبيلة طيب يعني تعرض على هذا شخصية معروفة ويذكر ذلك شخصية حاتم الطائي.
يعني حاتم الطائي إلى مواقف خاصة بالكرم. ممكن يعني نتكلم عن إحدى هذه المواقف، مواقف كثيرة. نعم. كيف اريد ان اقول نقطه فاتنا ذكرها بالجزء الاول من الحديث ان قبيله طيب هي القبيله الوحيده التي تتمتع بالديمقراطيه، أي كيف تختار رئيس وليس الرئيس يرافقه. ديمقراطية قديمة. نعم. عندما توفي زيد بن حارثه رئيس القبيله زيد بن حارثه لم تنتقل الى ابنه، انتقلت الى حاتم. الوحيد الذي اخذ رئاسه القبيله ورافقه هو عدي بن حاتم. نعم، يصير الرؤوس يكونوا حاضرين، يختاروا شخص من بيناتهم، كان يكون ابن عمه او ابعد او كذا، الاكفأ والاكفأ. فحاتم الطائي استلم الرئاسه القليله من اوس بن حارثه، وكان يتميز بغايه الجود. ومن اطرف ما يروى عن حاتم الطائي انه كان مارا مستمرا يذهب الى مكه، وهنالك كان اسير من قبيله النزع تلك القبيله، وكان حاتم يخفي نفسه في الطريق. فالاسير عرفه فناداه باسمه: يا ابا سفانه، يا ابا سفانه. فالتفت اليه قال: ماذا تريد؟ قال: انا في الاسرى. قال له: حاتم ليس معي مال. فجاء الى رئيس القبيله التي اسر ذلك الاسير قال: ضعني في القيد مكانه واطلق سراحه حيثما ياتيك الفداء. كرم مال تتحول من كرم ماشي إلى كرم روح. على الواقع نعم بدل نفسه. وكان حاتم ايضا يتميز عندما تصير الحروب والغارات، يقول: انا لا اقتل هذا ولا اقتل واحد امه ولا اقتل واحد يطلب مني العفو. ولذلك كان يتميز بميزات كثيره. بالمناسبه حاتم الطائي كان من الاحناف الموحدين، وله بيت شعر رائع جدا يقول: اما والذي لا يعلم الغيب غيره ويحيي العظام البيض وهي رميم. هذا حاتم الطائي ثم يؤكد انه يؤمن بان الله سبحانه وتعالى هو الذي يعلم الغيب، ويؤمن بان الله سيحيي الموتى من خلال ويحيي العظام البيض وهي رميم. نعم، فنعم الحنيفيه سبحانه. فلذلك الرسول الكريم عليه الصلاه والسلام عندما انتدبته سفانه بكل صراحه قالت له: انا بنت اجود اجواد العرب. قال لها: لو كان ابوك مسلما لترحمنا عليه. انا ماذا يدل هذا الكلام، هذا الحديث؟ لو كان ابوك مسلما لترحمنا عليه، ماذا يدل؟ يدل على ان الرحمه لا تجوز الا للمسلم. قول الرسول عليه الصلاه والسلام. وكذلك حاتم الطائي كان من ضمن جوده وكرمه تقول احدى الروايات لانه جاءه وفد من الروم، لانه كانت لديه فرس اذا غار بها يبحث الخصم، واذا غار ينجو منه، وارادوا ان ياخذوها او ياخذوها منهم. وكانت الاموال العائده للابل والماشي لحاتم بعيده في المراغي، ولم تكن قليلا من لا تلك الفرس، فنحرها اكراما للضيف. وعندما قدمها لم طعام قال: لنا حاجه عندك يا حاتم؟ قال: ما قالوا لي بس قال: نفتكر حاتم من طيب كرمي من جودي. نسأل الدكتور عبد اللطيف: حاتم من أبوه؟ منين؟ وين يعني ينجي؟ اليمن يوصل طيب، شلون يرد عليه؟ حاتم هو ابن عبد الله ابن الحشرج ابن عبد الله بن حاتم بن الجواد ابن عبد الله ابن محمد نزولا الى امراه القيس، يمر بامراه القيس. وحاتم الطائي له ولدان وبنت واحده. الولدان عدي وعبد الله، هذا اسم ابوه، والبنت سفانه. وكل هؤلاء اجواد، كل هؤلاء اجواد. فيما في ذلك حاتم نفسه كانت من ازواج العرب ومن اشرف نساء العرب في تلك في طبيعة الكريم كونه كريم. نعم، حاتم الطائي هو قبل الاسلام. نعم، قبله بعده توفي قبل الاسلام بما يحادث 70 سنه، وقبره لا يزال في منطقه حائط السعوديه على مشان الى الان. منطقة حائط. نعم. هذا كلام على رسوله صلى الله عليه وسلم. الرسول قال: لو كان ابوك حيا مو مسلما، يعني شويه، لو كان حيا لترحمنا عليه. قبل الاسلام قبل الاسلام 70 سنه. فلذلك لو كان ابوك مسلما لترحمنا عليه. دكتور احنا مشكورين منك وبارك الله فيك على هاي المعلومات الشافيه والواقعيه. هذا اليوم نشكر في رجال الفضائيين واهلا وسهلا ورحبا بك في رجال جزاك الله وبارك الله فيك.
Very pure. Okay, now, please. واصلين وياكم متواصلين وياكم اعزائي المشاهدين، وهذه رساله الى الشاعر امجد احمد كاظم الطائي. امجد يقول لك صبحك الله بالخير وحياك الله برنامج جوابي. الله بالخير امجد انت شاعر شعبي، واحنا اليوم ضيافه عمامك ضيف في كثره، فايش راح نسمع من عندك؟ هلا بقناة ديالة كلمة هلا والله بكل معانيها. هلا بقناة ديالة كلمة هلا والله بكل معانيها. هلا بمقدمها وكادرها وكل مصوريها. هلا بولد الوصول مدرسة الشرف انتو ما واحد سقط بيها. هلا بديوان العراق وهلا بديوان هنا الله يحميها، وهلا بدواوين هنا الله يحميها. اجاني الليل وجت حسرة قلبي ودمعة عيوني. اجاني الليل شريد اكتبي والحسنين وانا المخلوق بالعبرة، ولو ينزل دمع هالعين احس بنار تشويني. ددرنيني انا الماتيه تيهتني القوافي، وحزن روحي حزن قلبي حزن عبد الله الرضيع اللي قال اريد ما يشربوني. ولو الماء مش ماء يا ابويا لان ابن الحسين اموت ومقبل الدنيا. يا سيدي يا ابو الحسن، يا سيدي يا ابو الحسن، يا باب العلم والنوار، اريد الخاك ابو الشدات مجروح هذا الوطن واريد تلف بستاره. مجروح هذا الوطن واريد تلف بالبستاره. يا سيدي الشعر الماي العراق ودش وحواره. الشعر للعراقيه شبت الشادور وقالت عادي. صدار الشعر لحسين وتفك العباس العلي الكرار وافكاره. الشعر للحمزه محزامين، الشعر لعيون زواره. الشعر للحمزه محزامين، الشعر لعيون زواره. الشعر لزار النبي بمكه وعيونه بحب رسول الله. تجار الشعر الكريتين النخل العراق وسحفته، وجمار الشعر للفاض للبصره لاهل بيقار. الشعر لعيون عشاره، الشعر للكحلاء العلي الشرقي العلي الغربي لعيون اهل العماره. الشعر للكوت لاهل الحي حي داموك، وانوار الشعر لعيون اهل بغداد الحي الامين لعيون كنز. صار الشعر للديوانيه للحله المضيفه على الثمار والمعطفه. نار الشعر لكربلاء واهل النجف، الشعر الكربلاء واهل النجف. الشعر للعباس ابو الشارع، الشعر للموصل الحقباء صلاح الدين الغيرة العنبار المعطفة. نار الشعر بالسليمانية لأهل توكوس الكاوح الهولير. يا طيبة دياله ونخلته وجمارة. الشعر لا للوطن يا ناس، لو ما نكتب شعرنا يا ابويا ونتحمس بنار. الشعر لا للوطن يا ناس، لو ما نكتب شعرنا يا ابويا ونتحمس بنار. عشيرتنا ذهب صافي ما منها ذهب وزيت. عشيرتنا الكرم والجود، عشيرة طي وشيخ ابو مهند. عشيرتنا حاتم الطاوي يشهد التاريخ يشهد. عشيرتنا الدلة والفنجان، عشيرتنا دلال ما تبرد اخوتها.
ومخلد بالتاريخ مخلد، واشبك حاتم هز الكون مخلد بالتاريخ مخلد، واشبك حاتم هز الكون مخلد بالتاريخ مخلد. وحد راس الحسين وشفك العباس، ما يطيح عقال عدنا علم مرفوع فوق الراس. وحد راس الحسين وشفك العباس، ما يطيح عقال عدنا علم مرفوع فوق الراس. الكرم والجود عندنا كرم تدريبه كل الناس، نبغى نفرش ولد ونشتري عقل الياس. اخو تعال وافعالك حاتم معروفه، وافعالك حاتم معروفه، وافعالك حاتم معروفه. السلام عليكم. أسامة ياسين الطائي يقول لك صبحك الله بالخير وحياك الله. أسامة شو راح نسمع من عندك؟ والله ان شاء الله هذا شعر. كلك شعر، كلك شعر ان شاء الله. كثر ما ترمش العينين، كثر ما ترمش العينين، لازم نوصفك يا ابو مهند يا زين. كثر ما ترمش العينين، لازم نوصفك يا ابو مهند يا زين. شيخك كريم ووفي، شيخك كريم ووفي، يحب حتى الوطن ويحب حتى الماي. صاحب مضيف وعلي وكرم حاتم الطاي، يغني القلب بس له بلا كمان وناي. لو جينا كنا نهلهل إله بروب وتعشق هواي، بمحبته ينثر عطر شمو يا خوت وياي. ابو مهند نور عشيرتنا ندي له ماي عيناي. يا شيخ يا ابو مهند، يا شيخنا يا ابو مهند، الروح لو هبت بتوالي الليل نسمه، الروح لو هبت بتوالي الليل نسمه، ربيع وتلاعب الطرفه. انا لا ادت مراج ولا اني غريجي لابط بجفه، افوجا واعبر دياله وابد ما اركب القفه، ودق روح بتوالي الليل واعمى عيوني لا تخفى. يا يما عرس العراق اليوم، يا ابو مهند عرس العراق اليوم، من زاخو لحد الفاو كلها بالارهاب متحلفه، وبشمال العراق الطبر والطنبور كلها تصيح كاك ابو مهند، كنا وياك بس وقفه. وبشمال العراق، وبشمال العراق الطبر والطنبور كلها تصيح كاك ابو مهند، كنا وياك بس وقفه. كدل على جبال، كدل على جبال، لا كدل ما يهز شتفه، لزم الماي لزم نزمه، بعد ما نقول ايامك سعيده ولا نضرب شف بشفه. وشكرا. ثواني هسه يعطيك البدايه. يلا اجاك هو نفس الولد اللي قاعد ورا البوم. استاذ هادي صبحك الله بالخير، حياك الله برنامج الواقع. اليوم شو راح نسمع من عندك الشعر؟ ان شاء الله. يعني انا لست بشاعر وانما هو الشعر. نعم ان شاء الله. طبعا بالبدايه انت شرف من اجل ذلك. الشرف. ونشكركم على هذا الجهد ان شاء الله. نحن دام الطيب ان شاء الله. اقول هل من اللي يكرمون الضيف لو ضاف؟ نعم. هل من اللي يكرمون الضيف لو ضاف ويفرشوا له جفون العين؟ لو ضاف العدو يصبح صديقا لهون، لو ضاف وجدنا بتحكي به اهل الوطيه. طبعا ان كل انسان عنده هموم، لكن همنا الاول والاخير هو العراق وان شاء الله. فاقول احنا همنا يكون واحد كالبلاد. وانا بالنيابه عن عمامي عشيره البرادة. ونعم منك ومن عمارك. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. احنا همنا يكون واحد هالبلاد. احنا طي وابد ما نؤمن ابد بالتفرقه. احنا شيعه
احنا سنة واللي ضدنا ممزقة، دين واحد قبلة وحدة ويسمعون المارقة، اشتكيهم انا عند رب العباد، احنا همنا يكون واحد هالبلاد. هذا خطنا وثابت يظل بالحياة، توعية وعزة وكرامة وتضحيات. إذا هذا الدين صرخ على الطغاة، والعمل خير العمل هو الجهاد. احنا همنا يكون واحد هالبلاد. احنا قدوة نصير خلينا ومثال، وما نهاب الموت ونحط من محال، وخل نصيح بصوت لا للاحتلال. شرف هذا الوطن مو سلعة ومزاد، احنا همنا يكون واحد هالبلاد. احنا اصحاب المودة واحنا اهلا للسخاء، احنا دين اهل العلوم البيه ما تطلب جزاء، احنا دينا من تحدى للظلم والجور وانواع البلاء، احنا قدوتنا يظل باب المراد، احنا همنا يكون واحد هالبلاد. احنا ما نعتب على اللي جاي من دولة غريبة، لكن نعتب على العايش بالوطن ينعم الطيبة. هذا ليش يخون دينه بطرق مختلفة وعجيبة، يتعامل بخسة وغدر عالدين واصحاب الفكر، ما نرضى بيه من يعتذر. هذا مو طاهر حليبة، هذا مو طاهر حليبة. ابو العمامي دوم لي هم رفعة الراس، وحقي لو تفاخر انا بين الناس. ماخوذة طبايعهم من حيدر وابن نوماس، ها وكل زينة ذولا قوة عالية، كل زينة ذولا قوة عالية، كل زينة ذولا قوة عالية. أهالي ديالة إخوتنا ونظل خوان. وطبعا بالمناسبة أي بقي النقطة إذا تسمحي. طبعا في صارت المسألة في ديالة في كنعان، مسألة أنه الطائفية واللي يدعي بالطائفية. إن شاء الله صفحة انطوت. إن شاء الله انطوت، لكن عشيرتنا عشيرة البغادير. نعم بادرت بالموقف وجمعت كل العشائر في أتعس الظروف. جمعت عشائر كنعان، وأول من كون مجلس إسناد في كنعان، وجمعت العشائر على الكون حتى المصالحة الوطنية. وهذا إن شاء الله احنا العمل نفتخر به، ويشهدون إن شاء الله جماعتنا العشائر الباقية في كنعان. فأقول أهل ديالة إخوتنا ونطل خوان، إيد بإيد نتعاون على العدوان، كلنا أصحاب غيرة وترغية الديوان. ها خوان نظل أهل ديالة، خوان نظل أهل ديالة، خوان نظل أهل ديالة، خوان نظل. بعدها بخير هالدنيا، بعدها بخير هالدنيا، وبعد الخير بينا وكثير الناس تسجد من نزل دينا. الخلقنا ونبنا فوق القاع، مش أمريكا هو اللي يحتفل بينا. الخلقنا ونبنا فوق القاع، مش أمريكا هو اللي يحتفل بينا. نموت وما نعيش بذل، عراقيين نرقص على ستاف الموت. يا أمريكا انكتبت على جبين العراقيين شلمة مرتبة وزيانة. يا ابويا انكتبت على جبين العراقيين شلمة مرتبة وزيانة. أن يقبل يعيش بعز عراق أصلا، ومن ماء الفرات وتربته وطينه، واللي يقبل يعيش بذل تعالج يا دنيا ما تكر فينا. طبعا احنا نشكر الشعراء على كلماتهم الشفافه وكلماتهم اللي تنم عن روح وطنيه. بارك الله فيكم وجزاكم الله خير. قناة اللي لفت الدار، هلا هلا بهالقناة اللي لفت خطار، يحفظكم البار بجاه المصطفى المختار. احنا ضيوفكم، احنا ضيوفكم وانتم اهل هالدار، احنا ضيوفكم وانتم اهل هالدار. اهلا بالقاص الطيب، اهلا بالقاص الطيب، طي ترحب بيه. اهلا بالقاص الطيب، طي ترحب بيه. اهلا بالقاص الطيب، طي ترحب بيه. اهلا بالقاص الطيب،
طيب رحب بيه من بالقاصد طيب طيب رحب بيه من بالقاصد طيب يسأل عن كرم موجود فينا انت اذا تسأل يل تسأل عن الكرم موجود بينا انت اذا تسأل طيحنا بمجامعنا نهز القاع من نزعل والله طيحنا بمجامعنا نهز القاع من نزعل جدنا حاتم الطائع عرفته بعد لو تسأل والله نرجع الى بأبو جد معروفين بربوتي وللي سامعين الصوت نات بقرا بربوتي مشايخها علم وتاج مشايخها علم وتاج وانت تسمع الصوتي ونتبع حاتم جدنا وجوده يدلينا نتبع حاتم جدنا وجوده يدلينا نتبع حاتم جدنا وجوده يدلينا نتبع حاتم جدنا واقفين بس هنا ارجع لي ورا العد ارجع لي ورا ارجع لي ورا العد وكرم وغيره من علي الكرار شيخنا ابو مهند شجاعه وكرم وغيره من علي الكرار وفرض حبه للصديق وهابته كل الاشرار وعند رجال بالكلفات سور لو تشب النار ها مصيت والله مصيت ها مصيت والله مصيت كل الدنيا سولف فيه 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 مصيت والله إلك دلة كبير الزعفران وهيل وإلك صحن يفوح من الصبح لليل وإلك سفرة كبيرة الماي لمها الحيل هاش ويزيد الخالج عمره ويزيد الخالج عمره ويزيد الخالج عمره ويزيد الخالج عمره طائي جوراني زهيري شمري حمير عبيد عشاير كنعان ان شاء الله ودياله ان شاء الله طائي جوراني زهيري شمري حمير عبيد كرخ عزاوي نعيمي لا ميداني فرد ايد ما يصير فراق بيننا ما يصير فراق بيننا لا وحق ذاك الشهيد ما يصير فراق بيننا لا وحق ذاك الشهيد تعلمني اخلاق العترة 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 يل تسأل على جدنا بالعرب معروف يل تسأل على جدنا بالعرب معروف واذا تريد تتأكد تعال اليمن اخويا وشوف يل تسأل على جدنا بالعرب معروف واذا تريد تتأكد تعال اليمن اخويا وشوف جدنا حاتم الطائي هو بالكرم موصوف هاي تنشد خويا قبل لي انا تنشد خويا قبل لي تنشد خويا قبل لي تنشد خويا قبل لي تنشد خويا قبل عشيرتنا اصل العرب واحنا عرب تدرون عشيرتنا اصل العرب واحنا عرب تدرون ومن سنة محمد سنة القانون شجاعة وكرم ويا الزين وللعدا طاعون هلال اللي يضوب كل ديره 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 والله شيخ جاسم تظل خيمة على هاي الناس كلها شيخ جاسم تظل خيمة على هاي الناس كلها صغار كبار هو انت املها والله من أشر للكرم والجود هو أنت من أشر للكرم والجود هو أنت ومعروف أوصافه ما يرضى بشينه معروف أوصافه ما يرضى بشينه معروف أوصافه ما يرضى بشينه هلا بكل الحضور وهلا بهالأخيار هلا بكل الحضور وهلا بهالأخيار بمضيف الشيخ جاسم مكرم الخطاب هلا
هلا بكل الحضور وهلا بهالأخيار بمضيق الشيخ جاسم مكرم الخطار. من عودة ورثها من عودة ورثها وفاز بيها كبار. هاي تنشد وين بربوت 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 تنشد وين. هلا 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 بطبة عمام وهلا بجيتهم، والله هلا بطبة عمام وهلا بجيتهم. نورت الدرب بهاي طبتكم، والله فرحت القلب فرحت القلب من شفنا جيتكم. الوادم فرحانة طبتكم يا عمام، الوادم فرحانة طبتكم يا عمام، الوادم فرحانة طبتكم يا عمام، الوادم فرحانة طبتكم يا عمام. محلى محلى جمعتكم عمام وبيكم ينور الطريق. محلى محلى جمعتكم عمام وياهل بمد الطريق. يفرح الحزنان بيكم والعدو يصبح صديق. عدكم الكلفات تسهل عدكم الكلفات تسهل بيكم الحق ما يضيق. هلا يلبيكم هلا يلبيكم كل حق انه ليه لن 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 يلبيكم. هلا هلا يا الجاي من بعيد لينا، وهلا يا الضيف يا المجبل علينا. والله هلا يا الجاي من بعيد لينا، وهلا يا الضيف يا المجبل علينا. وصلت للكرم هم والجود بينا، والله وصلت للكرم هم والجود بينا. تبشر والله تبشر يا القاصد لينا، 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 تبشر والله تبشر. حقي لو تفاخر بالعشيرة هاي. أنا حقي لو تفاخر بالعشيرة هاي. البيها يا عمام بصيب شورهم والراي. هم الزاد هم الهوى هم الماي. هم الزاد هم الهوى هم الماي. تمسك والله تمسك تمسك والله تمسك. هم الهيبة وهم المال 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 تمسك والله تمسك. إذا أريد عدانا شيوخ شيخ بالكرم معروف. إذا أريد عدانا شيوخ شيخ بالكرم معروف. جدك حاتم الطائي شو تفصل بعد وتشوف. منك والنعم والله منك والنعم الله، ولا يحتاج بعد شهود. جدك حاتم جدنا جدك حاتم جدنا بوصاف الزينة. 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 مجالسنا للعلم والحكمة دروس. مجالسنا للعلم والحكمة دروس. ومشايخنا شرع أو تاج فوق الروس. مجالسنا للعلم والحكمة دروس. ومشايخنا شرع أو تاج فوق الروس. يشهدن حتى تراب اللي عليه هندوس. يشهدن حتى تراب اللي عليه هندوس. ويشهد للطائي وصولاته يشهد للطائي وصولاته يشهد للطائي وصولاته يشهد للطائي صولاته يشهد للطائي صولاته يشهد للطائي صولاته يشهد للطائي صولاته. هلا بقناة ديالة تصور هالقرى بالخير. والله هلا بقناة ديالة تصور هالقرى بالخير. دومك للكرم معروفة والخير. دومك للكرم معروفة والخير. عساك بعافية يا رب وبخير.
والله يبارك بكم يا أهل الغيرة. الله 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 يبارك فيكم يا أهل الغيرة. إلى هنا انتهى وقت الله يبارك فيكم يا أهل الغيرة. انتهى وقت البرنامج. كان معكم في الإعداد والتقديم سمير الحميدي، وفي التصوير عدنان قادر وخالد حمادة، وفي الهندسة الصوتية عباس الزبيدي، وفي الإخراج رافد التميمي. إلى حلقات مقبلة نقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا لد توقفه.